الغيب العطاي. إذا سئلنا هل النبي يعلم الغيب نقول نعم يعلمه الله. نعم. هل النبي يعلم الغيب؟ نعم يعلمه. شنو؟ طيب قلنا علمه الله، المشكلة شنو ثاني يعني؟ يعلم الغيب استغلالا الله تعالى، فيعلم النبي الغيب بتعليم الله. بشنو؟ بل ربنا يعلم الغيب حتى لغير الأنبياء كالصحابة، كما روى الإمام مالك في الموطأ في باب الهدى أن سيدنا أبا بكر الصديق وهب للسيدة عائشة أرضا، لما شاف نفسه دار يموت قال لا يا بنتي رجع لي الأرض، لو قبلت استغليتيها كان نخليها لك. يا ابنتي إنه مال وارث، هذا دار نموت، إنهما أخواتي وأختان، عندك أخوان اثنين وأخوات اثنين، وجدت أختها واحدة. قالت له يا أبوي من وين جبت لنا أخت ثانية؟ ألي أخت غير أسماء؟ قال نعم، في بطن بنت خارجة أراها بنتا. اللهم صل عليه. سيدنا أبو بكر قال لها الزوجتين الأنصارية بطونها فيها بنت، وقت لا في موجات صوتية لا في أشعة لا في غير ذلك، إلا أشعة لا إله إلا الله وأن محمدا. فأخبر أبو بكر أن الذي في بطن زوجته بنتا، لما مات زوجته وضعت جابت بنت، فهذا يدل على فراسة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وشنو؟ يبقى ربنا يعلم يا جماعة في البطن غيب ولا ما غيب؟ في البطن غيب ولا ما غيب؟ ولد بنت غيب ولا ما غيب؟ يعلمه الله ويعلم ما في الأرحام، لكن يعلم الله الأنبياء ويعلم الرسل ويعلم الصالحين من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومثالا آخر، الرجل من أهل مكة أسر، والنبي قال له أفدي نفسك، قال لا مال لي، قال لي عندك رماح في جدة بيعة وتعال أفدي روحك، فقال والله لا يعلم بذلك إلا الله تعالى، أشهد أنك رسول الله. صلى على النبي يا جماعة. ثم نختم أن عمير بن وهب وصفوان بن أمية جلسا عند البيت وتذكرا يوم بدر، مات فلان ومات فلان. قام يعني عمير قال لصفوان كان معي ولدات صغار ودين علي، لذهبت وقتلت محمد بسيف. قال لا 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 دينك انا من حل لك، ولاداتك من ربي ولك كذلك. امشي اقتل محمد ساي، شال السيف نمن دي لانه عنده ولده الصحابه عاشرينه. صلى على النبي يا جماعه. لما جاء شايل سيف سيدنا عمر قال له ماذا تريد؟ النبي قال له دعه خليه، فوصل. فقال النبي قال له ما لك يا عمير؟ قال اسيري الذي بين ايديكم، عندي ولد معاكم عاشرينه. قال له وما بال السيف معك؟ قام قال له قبحها الله من سيوفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا تعقيب يسير على الصوفي المدعو محمد علي بشير الذي قال هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ وذكر كما استمعتم، ذكر بعض الأدلة والآثار التي يعتريها ما يعتري الآثار من ضعف وشذوذ. المهم، نحن نوجه سؤالا للصوفي محمد علي بشير وغيره من الصوفية: هل أنت قرأت القرآن؟ إذا قلت نعم قرأت القرآن، هل أنت تدبرت القرآن؟ الجواب لا، أنت لم تتدبر القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الذي يعلم الغيب من هو الله تبارك وتعالى، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن الذي يعلم الغيب من هو الله تبارك وتعالى. سيأتيك التفصيل بإذن الله عز وجل. وبما أن الفيديو الذي نشرته هو يتعلق بأن النبي يعلم الغيب، سنأتي لك ببعض الأدلة التي ذكر فيها الله تبارك وتعالى أن النبي لا يعلم الغيب، وكذلك ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب. أولا من القرآن الكريم، قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
الآية من سورة الأعراف 88 بعد 100. آية واضحة في الدلالة. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي: قول لهؤلاء الناس من الأمة أنك لا تعلم الغيب، والنبي امتثل الأمر وأخبر هذه الأمة. هل أنت يا محمد علي بشير من أمة الإجابة أم لا؟ إن كنت من أمة الإجابة فالله تبارك وتعالى أخبر النبي أن يخبرك وأخبرك النبي، فهل أنت مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، الآية من سورة الأنعام قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. آية كذلك واضحة في الدلالة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. انتهى الأمر يا محمد علي بشير يا صوفي. أما من السنة فالأحاديث كثيرة تترى، منها ما روى البخاري في كتابه الصحيح عن مسروق بن أجدع الهمداني أو الهمداني قال: قلت لعائشة: يا أمتاه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد غف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والشاهد: ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. هذا هو الشاهد، لأن الله تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآية في سورة الأنعام. هذا هو الشاهد. فتوى من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت فيها أن من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قد كذب، وفي رواية قد افترى على الله الكذب. وأنت تكذب على الله جل جلاله يا محمد علي بشير يا صوفي. كذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق إذ قال رجل: يا أبا القاسم. قال: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أخذ العلماء علماء العقائد من هذا الحديث قالوا: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما التفت إلى هذا الرجل. كذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سلم النبي صلى الله عليه وسلم من 5 ركعات ثم التفت إلينا فتوشوش القوم، وفي رواية فتوسوس القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم توشوشون؟ قالوا: هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: إنك صليت 5 يا رسول الله. قال: ففتن النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين وسلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وليسلم. كذلك أخذ علماؤنا من علماء العقائد الفقه الأكبر يا محمد علي بشير يا صوفي قالوا: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا علم أنه صلى 5 ولم يسأل، لكنه سأل بعد أن توشوش وتوسوس القوم كما في بعض الروايات. أيضا جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد وفي تفسير العلامة ابن كثير المكي رحمه الله أثر في آخر آية من سورة لقمان أن أعرابيا جاء من البادية فقال: يا محمد من أنت؟ فقال: أنا رسول الله. قال: وما رسول الله؟ قال: نبي من عند الله. قال: يا محمد إني سائلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: سل. قال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فقال الأعرابي: يا محمد، متى ينزل المطر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فقال الأعرابي: يا محمد، إني تركت امرأتي حبلى، فماذا تلد، أذكرا أم أنثى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فقال الأعرابي: يا محمد، متى أموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. الشاهد من هذا الأثر أن الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء غائبة، فيقول له النبي: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. إلا الله، خلي بالك يا صوفي. والأدلة كثيرة يا محمد علي بشير، يا دعي للمعرفة والعلم، أنت جاهل ليس إلا. نسأل الله عز وجل أن يهديك إلى صراطه المستقيم، ويهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أما الأدلة الواضحة في كتاب ربنا على أن الذي لا يعلم الغيب إلا الله، منها قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومنها قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. والأدلة كثيرة جدا، لكن يا محمد علي بشير لا تضحك على هؤلاء الجهال، تعلم. فإن لم تريد أن تتعلم فعليك أن تسكت، وإلا فأنصحك بأن تتوب من منهج الصوفية وتأتي بكراسك وقلمك إلى العلامة الدكتور حسن أحمد الهواري شيخ المحنة في السودان، وتتعلم معه الفقه الأكبر والأصغر وغيره من العلماء كالعلامة محمد مصطفى عبد القادر، الدكتور خالد عبد اللطيف، وغيرهم من جماعة أنصار السنة المباركون. والعلم عند الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.